قبل ما أبدأ أحكي لكم القصة المرعبة دي، خليني أقول لكم حاجة. لو بتحب قصص الرعب اللي تخليك تبص وراك وأنت بتتفرج، لو نفسك تعيش لحظات قلق وتوتر إنك في جو الأحداث، يبقى أنت في المكان الصح. اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل القصص الجديدة أول بأول. أنا همسات الظلام، والنهاردة هحكي لكم عن قبر مكان تحت عمارة قديمة في شبرا، واللي يدخله نادرا ما بيرجع تاني. القصة بدأت لما واحد من شباب العمارة اسمه مينا لاحظ حاجة غريبة تحصل كل يوم بعد نص الليل. أصوات جاية من تحت الأرض، أولها كان خبط خفيف وبعدين جر، كأن في حد بيزحف على الأرض. وساعات كان بيبقى في صوت بكاء مكتوب. الناس قالت مواسير، صوت مية، أو يمكن فار كبير. بس مينا كان شايف غير كده. في يوم نزل بكاميرا موبايله وقرب من باب القبر اللي أصلا مفيش حد بينزله. حط الموبايل يصور 10 دقايق وطلع له، ولما رجع يتفرج وسمع صوت واضح جدا: الحقني الحقني. وبعدها على طول صوت تاني بيهمس: افتح الباب أنا لسه حي. في آخر الفيديو لقطة سريعة جدا لعين واحدة بتبص في الكاميرا من فتحة الباب الحديد. والناس اتجننت وبدأوا يطالبوا الشرطة بفتح القبر وتشوف فيه ايه. وفعلا بعد بلاغ رسمي الشرطة جت اكتشافات، ومعاهم عمال كسروا القفل. والريحة اللي طلعت من الباب كانت مش عفن ولا طوبة، كأن المكان مدخلش فيه بشر من سنين طويلة. السلالم نزله بعمق وممر ضيق بس مش عادي، كأن حد حفر ممر تحت الأرض. ثم فجأة على الحيطة مكتوب بخط كبير ومش متزن: اللي ينزل هنا ميرجعش. فتشوا المكان كله بس ملقوش أي بشر ولا حتى علامات على وجود حياة ولا جثث. بس في حاجة غريبة حصلت بعد كده: مين اختفى من غير أي أثر. أمه صحيت الصبح لقيته مش في السرير، وباب الشقة مقفول، بس باب القبو كان مفتوح، وثابت ورقة مكتوب بخط إيده: أنا لازم أعرف هو لسه بينده. أنا اللي بحكي لك القصة دي. كنت من سكان العمارة وشفت كل حاجة بعيني، وكنت بحاول أكون منطقي، أقول إن مين اتخطف أو هرب، بس الأصوات كانت لسه طالعة. وساعات كنت بصحى في نص الليل على صوت بيقول اسمي وبيهمس انزل وهو مستني. وفي ليلة فقدت السيطرة، قررت أنزل القبو بنفسي. خدت كشاف صغير وفتحت الباب. نزلت بهدوء، كل خطوة كانت بتخلي صدري يضيق أكتر. والممر طويل وفيه جدران عليه خدوش. كنت سامع صوت أنفاس رغم إني لوحدي. في آخر الممر كان في باب خشب قديم متآكل بيصر. لما قربت منه فتحته ولقيت نفسي في أوضة شبه زنزانة. جواه كان في 2 قاعدين في زنزانة، عيونهم مفتوحة بس جسمهم ساكن. أيوة، واحد منهم كان مينا والتاني كان عم ماجد، الراجل اللي اختفى من فترة. قربت منهم بهدوء، حسيت بتنهيدة، ومينا بصلي بعين مرعبة ومسلي: ما تقفلش الباب، في حد جوا لسه. فجأة حسيت بحاجة بتشدني من ظهري، وشوش في الضلمة بتقرب مني، كلها بتقول نفس الكلمة: افتح الباب افتح الباب. صحيت بعدها وأنا في أوضتي، بس في حاجة مش طبيعية. كل ليلة أحلم بنفس الممر، نفس الباب، نفس الوشوش. وأصحى ألاقي تراب على رجلي، كأن رجلي نزلت تاني هناك وأنا نايم. من ساعتها بقيت حاسس إن القبو مش مكان، القبو بقى جوا دماغي، ويفتح لوحده
كل ما أغمض عيني وكل مرة الباب الأخير بيندهني. بس المرة الجاية يمكن معرفش أرجع. ولو وصلت للآخر القصة ديت اشترك في القناة وفعل الجرس علشان المرة الجاية هحكيلك عن الباب اللي ملوش مقبض. باب بيفتح من جوه بس، واللي يدخله بيتحبس جواه للأبد. متنساش في أماكن لو فتحتها عمرك ما تقفلها تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم قناة همسات الزرار.